الوفد المصري فريق المشير السيسي وأنا في هذا الاجتماع. في الجملة الحساسة يخطئ رئيس الدبلوماسية المصرية. قد يكون السبب سرعة وزير الدفاع في تجميع الرتب وكأنها نقاط تقود إلى الجائزة الكبرى، لكن الأمر لم يقتصر على هذه. وكما ذكر وزير الخارجية الروسي صديقي سيرجي لافروف، النقاش فيما بيننا وأيضا فيما بين وزراء الدفاع كان نقاش عميق. في المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي خاض سيرجي لافروف بحزم في كل شؤون الشرق الأوسط خاصة سوريا، بينما ظهر أداء وزير خارجية مصر الدولة المحورية في العالم العربي على هذا الشكل. وهناك اهتمام بتنمية العلاقات الاقتصادية في إطار اللجنة الثنائية الشهر القادم. زيارة الوفد المصري إلى موسكو حملت دعائيا وسياسيا كل أشكال الحضور الرئاسي ما عدا الانتخاب، وباعتبار ما سيكون اختصر وزير الخارجية الطريق فسار خلف وزير الدفاع لينتهي الاثنان في مكتب بوتين، السيسي مرتديا بزة سوفيتية الطراز يجامل المضيف الذي سيتركهما أمام الكاميرات ويعود إلى مكتبه. المشهد فجر جدلا وتهكما على مواقع التواصل الاجتماعي التي انتقدت ما وصف بالحضور الباهت للجانب المصري، فبدا لهم في حالة انبهار غير مفهوم، وأعاد إلى الذاكرة أداء مربكا لوزير خارجية صور تعيينه بعد إزاحة مرسي فتحا دبلوماسيا. ويشرفني أن أرحب بسمو الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة المتحدة. وقد أنا آسف في السعودية، أنا آسف أنها تعبان، معلش. السيدات والسادة الحضور، إن عزمنا الصادق على استكمال تنفيذ خريطة الطريق إن عزمنا الصادق على أن الأخطر كان في ازدواجية المنطق الذي اتبعه الوزير في تسويق الواقع المصري وافتراضه أن شعبه لا يتابع غير الشاشات المحلية، ففي حين كان يروج في الداخل لإزاحة الرئيس المنتخب باعتبارها إرادة شعبية بسبب فشله، كان يقول للإعلام الأجنبي: بصراحة لم تكن المشكلة مع مرسي في أنه رئيس جيد أو سيء من حيث الكفاءة، لو كانت كذلك لانتظرنا 3 أو 4 سنوات. السبب لم يكن مرسي ولا أداؤه، بل خلفيته الإسلامية.